نقول هيا انطلقنا مع طاروق العلم وضلع الحجاز حامد القارحي والعلم ورحمة عتيبة عبد العزيز العازمي في حفل الطويرق بتاريخ 6/2/1447 والترحيبة الشهيرة وما قصتها. يقول يا مرحبا يا هلا وشعارها دله وسكين. يا اخوان دائما جاء استفسار على هذا خصوصا البيت واللغط الكبير على هذه الترحيبة. الدله إرث كبير للضيافة والسكين كذلك. فمن عادات الكرم أنك أنت أصلا تنحر القعدان بماذا؟ بالسكين. في ناس يقولوا له استخدم أداة أخرى، لا أنا أقول ما تنجح. الدلة والسكين مرتبطة في النحر ومرتبطة في الشاذلية. فكان اختيار حامد القارحي هنا موفق، ترحيبه بفكرة جديدة عرج عليها وعلل في البيت الثاني لكي لا يترك مدخل نهائيا لأي أحد. الضيف ننحر له القعدان قبل الشاذلية، استخدم هنا السكين لنحر القعدان والشاذلية هنا الدلة. طيب يا اخوان، التركيب هذا جديد ما مر علينا. ترابط في الترحيبة من أفخم الترحيبات اللي مرت، حتى أنهم استخدموها أمس في حفلة قبيلة بني عمير من هذيل على يعني في الضيافة على مدخل الباب مع ترحيبات شعراء هذيل، وهذا دليل على قوة هذه الترحيبة وترابطها الجميل. وطويرق العز من كل النواحي مستعدين. دائما يا اخوان يوم تكون مستعد لضيفك يعني ما في نقص في هذه الحلة. الكمال والكمال لله عز وجل. الاستعداد هنا يا اخوان للضيف، الحلة كاملة. حامد رأى ما في هذه الحلة ويعرف حلة طويرق حامد القارحي والاستعداد الكامل لضيوفهم، وله جديد على ثقيف وطويرق خاصة. وانا خلايا دمي تطبخ على نار الحمية. الله اكبر يا ابو صخر. الخندفية طبعا هم من خندف وانا طبيعي، فانا بكون معهم في الموقف. وهنا انا واقف مع قبيلة ثقيف وقبيلة هذيل، وكان حامد يقول انا الحمية هنا ما اخذتني الخندفية في هذه الترحيبة اللي سمعتموه العظيمة وفي هذا التعريج عن قبيلة طويرق، لان بالأمان